واكتر من الاطقم الديكورات اللي في نفس الوقت اقدر استخدمها. يعني طقم الصيني بيتحط على الخشب مش على الازاز، مش كل اللي يعجبك لازم تحطيه في النيش. كنت محتاجه حد يقول لي الحاجات دي قبل ما افرش النيش، تعالوا اقول لكم عليها. وهو ان الرف الرفيع مش هيستحمل معانا اي حاجه، لازم اعمل رف الازاز يكون سميك. وحتى لما اعمله سميك ما ينفعش احط عليه طقم الصيني، طقم الصيني بيتحط على الخشب مش على الازاز. ولو حبيت احط مفارش في النيش لازم تكون خفيفه وما يكونش فيها خرز ولولي. مجرد ما تحطيها على الرف وتحطي عليها الكاسات هتاخد الكاس وتقع. كمان لو هتحطي اي مفرش سواء تقيل او خفيف يفضل ان انا الزقه بسيليكون. وكمان محدش قال لي يا بنات ان دي اهم حاجه. شايفين الاضاءه فرقت ازاي؟ الاضاءه بتفرق في الشكل جدا. كمان ما تعملوش ازرق، اعمليه ورمه هيبقى احلى بكتير. ويا سلام بقى لو عملتي كل رف لوحده ورا الازاز هيبقى شيك جدا. كمان بلاش الترتيبات المجنونه اللي هو كاس فوق كاس فوق كاس، والحاجه تحسي ان هي ثانيه واحده لو حد عدى من جنبها هتقع. طب وليه؟ هنعمل كوارث. النيش كله ازاز والحاجه اللي فيه ازاز، طب ما نحطه بشكل رقيق وسيمبل ومرتب جنب بعض. لما نزلت اشتريت الاطقم في الجهاز اشتريت اللي عجبني، ما فكرتش ده هيليق عندي ولا مش هيليق. اشتريت حاجات جولد على حاجات سيلفر، حاجات مودرن على حاجات كلاسيك، وده طبعا غلط جدا. حطي لاين كده وامشي عليها. هجيب حاجات جولد كله جولد كله سيلفر، ولو هجيب جولد وسيلفر اعمل بالانس كده بحيث ان هم يبقوا متوزعين بشكل شيك في النيش، ما يبقاش فيه عك كتير. ومن الحاجات الحلوه اللي انا اهتميت بيها في النيش بتاعي وهو ان انا اجيب حاجات تكون ديكور اكتر من ان هي استخدام، وفي نفس الوقت ينفع استخدمها. يعني الطقم ده ينفع تستخدميه وتستخدمي الفناجيل بتاعته، وينفع كمان تحطيه ديكور. عايزه اقولك ان الاطقم ده فيه فناجيل زي دي ما بتكونش جواها صيني، ما بيكونش جواها الفنجان الصيني، ودي حاجه مش حلوه خالص عشان في الاستخدام ما بتكونش الطف حاجه. الاحلى ان انا اجيب الطقم اللي بيكون جواه فنجان صيني واكتر من الاطقم الديكورات اللي في نفس الوقت اقدر استخدمها. وكل اللي كان شكله بيعجبني كنت بحطه في النيش. ودي غلطه تانية كمان، مش كل اللي يعجبك لازم تحطيه في النيش. تحطي الحاجات اللي مناسبه للنيش. يعني المجات مش افضل حاجه للنيش الا لو انت عامله النيش بتاعك يليق عليه الستايل بتاع المجات. كمان لازم تنضفي الاطقم كويس قبل ما تحطيها في النيش عشان ده بيفرق في شياكه النيش ويبقى ليه لمعه كده. كمان ركزي ان يبقى فيه توازن، ما يبقاش مكان زحمه ومكان رايق، يبقى النيش كده فيه توازن. الجزء ده فيه حاجات طويله وده فيه حاجات قصيره، ما يبقاش رف من ناحيه رايق ومن ناحيه عالي قوي، هيبقى الشكل كده مش افضل حاجه. في النهايه الكميه مش هي المقياس، واهم حاجه الشياكه في البساطه. لو حاطه طقم واحد في الرف والله هيبقى اشيك من ان انت تحطي 5 اطقم.